استاذ هشام، لو انت بتؤسس عايز تعمل حلقه بمزاجك وتطرح فيها كلام في السياحه بدون ما يفرض عليك المذيع ارادته، تمام، ويوجه لك اسئله تخنق الكلام، تمام، ويبقى عاوز اجابات عليها، اكيد. هو ازاي نناقش مشكله السياحه؟ احنا نناقش مشكله السياحه ان ازاي نشأت المشكله اساسا. اول شيء عشان اناقش مشكله السياحه ازاي المشكله نشأت، عشان اقدر اشوف بعد كده يبقى علاجها ايه. مشكله السياحه نشأت المره دي، احنا طبعا تعرضنا، انا من 86 في شرم الشيخ ودلوقتي 87 88، يعني خدنا السكه كلها من ارهاب تفجيرات ل 9/11 حصلت، لتفجيرات لحادث الاقصر، للكرايسيس ايكونوميك، كله سعادتك يعني. اما هذا الموقف اللي احنا فيه النهارده، هذه المشكله نشأت ازاي؟ دي احنا كقطاع سياحه بنكلم نفسنا، وفعلا احنا نعلم تماما ان هذه المشكله بعيده كل البعد عن كافه المشاكل اللي عدت قبل كده. احنا كان في حلول بنخرج، يعني 23 يوليو في 2005 اتضرب، كان في تفجير في شرم الشيخ، وخرجنا بعدها ب3 اشهر تفجير، يعني حصلت حاجه جوه مدينه شرم الشيخ. قبلها دهب، قبلها كانت طابة اللي هي بتاعت الفندق المعروف هناك ده، وبعدنا دهب. خرجنا من كل المشاكل دي بمنتهى السلاسة، طبعا ببعض المعاناة لابد طبعا. اما المشكلة دي احنا بصينا لقينا حاجات بتتوالى علينا احنا مش عارفين جايه منين، زي واحد بيتضرب اقلام كده، دخل لقى نفسه بيتلطش من كل حته كويس، ويقع ومش قادر يقوم. طب في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ سياحه؟ لا، يلا كله ايفاكويشن، يلا كله تهجير. هجر ده، لا ما حدش ياخد شنطته معاه، لا حاسبه ما حدش ياخد كذا. حضرتك انجليزي، روسي، ده طبعا سوقين هما العماد الرئيسي لشرم الشيخ، السوقين دولت. لان احنا سعادتك برضو لازم نقول ان السوق بيتبنى في 20 سنه. بس انا مش عايز اقف عند شرم الشيخ، يعني لا انا عارف ان خبره حضرتك اكبر. هي مش شرم سعادتك. ايوه، لا هي مش، انا ما بوقفش عند شرم على فكره، لا. ايوه، ان الايفاكويشن ده حصل من كل الديستنيشنز اللي فيها ريزورتس. ايوه، يعني نفس الشيء حصل في الغردقه على طول، نفس الشيء حصل في مرسى علم. القاهره بتختلف عننا شويه، يعني القاهره ليها وضعها، لكن طبعا تاثرت بالميديا الرهيبه اللي قابلتنا، اللي احنا دايما بنقول يا ريت يبقى في ميديا مضاده على طول بتكلمهم هم برضه هناك. الميديا طبعا كبرت الموضوع فسيسته. موضوع النهارده اصبح مش ان احنا نقوله تعالى يا مصري ونعمل اعلان واعمل ما اعرفش ايه ومصر امنه وتفضلوا، احنا عارفين ان مصر امنه والكلام ده كله، لكن هي اتسيست فخرجت من ايد شويه السياحيين، واصبحت النهارده المشكله اساسها ما بقاش سياحي. انا بحترم كل وزراء السياحه سعادتك بالكامل، اللي ما حدش منهم كان يقدر يقوم بهذا في هذا الوقت، بانه يقوم باي عمل يخرج من هذه الازمه. الحلول كتيره اللي هنقولها، بس ما بعد الازمه